السلام عليكم، تحياتي للجميع. حمار كندا، عندي ليك واحد المعلومه شريها مني بلاتي. هذا ماشي مطلع ديال الفيديو باش تضحكوا، لا، هذه حقيقه، وهي ان ساكن مونتريال من بعد ما كان كوتش وتحول لرجل اعمال. شويه لقاوه المغاربه ديال كندا سرباي عند لاله نعيمه. عند لاله نعيمه ولا سخار. لاله نعيمه اللي هي مولات الري والشوار، مره تحطو سرباي، مره مقابل التليفون باش يستقبل الكوموندات ديال الناس. غير هو هاد المره لقيناه في منصب اخر، داكشي ديال 7 صنايع والرزق في يد لاله نعيمه. لقيناه سمسار ماشي ديال الديور، ويا ريت كون كان ديال الديور على الاقل نحترموه، ولا سمسار ديال الاخبار المفبركه وباغي يشد عليها. قال لك سيدي العموله ديالو. هو بصراحه كل نهار تقريبا كيطلع بشي قصه جديده كتخلي الناس يضحكوا عليه اكثر ما يقتنعوا بكلامه، حتى ولا بحال شي سيت كوم رقمي تفرج باش تضحك ماشي باش تاخذ معلومه. اخر حلقه ليه ما كانش هو الممثل فيها، وانما مثلوا عليه فيها. لهذا قررت أن أختبره بتاريخ 31/8/2025 وأن أوهمه بأن هناك معلومة تتجلى في أكبر مشروع استخباراتي في شمال إفريقيا. خرج ليه واحد الشاب لعب عليه دور صاحب الاسرار الخطيره، قضيه عبد الحميد السلماوي، وقال ليه عندي لك واحد المعلومه تاع الراندو سريه على مشروع كبير في الصحراء الغربيه المغربيه، وهذا المشروع داخله فيه جهات اجنبيه نافذه، وتأثيره على ملف وحدتنا الترابية. طبعا سمسار مونتريال بلا ما يدير حتى تمحيص وبلا ما يشعل الضوء ديال الشك ابتلع الطعم. ولكن الطماع شكون اللي كيقضي عليه؟ الكذاب، بحال داكشي اللي دار له السلماوي في القضيه ديال الباج 14/10/76 AS. المشكل ماشي انه تيق الهضره، لا، كان الحماس زايد شويه، خاصه لما سمع القضيه فيها جهات اجنبيه وهو عاشق للجهات الاجنبيه. عرفتوا علاش؟ حيت معاها كياكل طرف ديال الخبز. السيد ولا كيهضر بحال الا شاد شي سكوب خطير وحصري. القضيه فيها المينورسو وهراندو ما يكونش حاضر. بما ان المهنه الجديده ديال السمسار تعجبه، فراه قرر يدير واحد الفيديو شورت قصير لعله يبان شي شاري من ديك الجهات الاجنبيه ديال السلماوي. واليوم كنهضروا على مشروع خطير يتم التحضير له، نعطيو عليه واحد النبذه مع عبد اللطيف الحموشي والراجي وحامد الدين. فللعلم فقط، وحنا كنعلمكم على اتساع قبل ما تدوز 3 شهور و 4 شهور عاد غتخرجوا تهضروا على هذا الشيء. فهناك اكبر مشروع استخباراتي في شمال افريقيا، حيث يقوم الحموشي والراجي باعاده تركيبه لا دي اس تي، والمشروع سري للغايه وممول من جهات خارجيه. هذا المشروع سيؤثر سلبا على قضيه الصحراء المغربيه. حتى الا ما بانش كاع علينا شي شاري، على الاقل يطلقوا لي النصابه والادروع اللي كنت خدام بهم وكانوا مشتركين معايا في الجرائم ديالي، واللي حرمني منهم السي عبد اللطيف الحموشي. حتى الا كانوا باغيين يضروا حبابك يرجعوا اللور لا قدر الله ويفكروا 1000 مره. وما هي الا لحظات، واذا سمسار مونتريال كيفيق على صدمه جديده اكثر من صدمه مدير البروتوكول، ولقى راسو راح ضحيه ديال فيلم من اخراج وانتاج وتنفيذ وتمثيل المصدر الموثوق ديالو عبد الحميد السلماوي. واليوم بزاف ديال الناس ولاو كيشوفوا ان الصوره اللي كيبان بها هراندو ماشي صوره صاحب الحقائق ومحارب الفساد، بل واحد داخل في دوامه ديال القصص كلها مفبركه اللي كطيح المصداقيه ديالها بين عشيه وضحاها وبسرعه، والنتيجه وليتي مسخره ديال السوشيال ميديا اكثر من اي حاجه اخرى. هو في الحقيقه في هذا الزمان الا ما كنتيش كتستعمل العقل ديالك مزيان قبل ما تهضر، ممكن بسهوله تلقى راسك وليتي انت ماده للسخريه ومحتوى عند الناس، خاصه الا كنتي كدير راسك فيها ذكي ومطور وجيمس بوند ديال المغرب، لكن كتلقى راسك في الاخير انت هو حمار مونتريال.